لعنه الله وقال أي إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ما الذي يعنينا؟ الذي يعنينا أن الله عز وجل أخبرنا أن الشيطان عدو، وأن الله عز وجل أقصاه وأبعده من رحمته. نسأل الله أن لا يبعدنا من رحمته. أحد الخلفاء العباسيين تآمر عليه بعض أركان مملكته وجعلوه يكتب بخط يده أن يتنازل عن الخلافة، عن الملك، عن أمارة المؤمنين، فتنازل. فألهمه الله أن يقول: اللهم كما خلعتني من خلافتك لا تخلعني من رحمتك. الذي ينبغي أن تحرص عليه وأنت تتلو في القرآن من أقصاهم الله وأبعدهم أن تسأل الله بكل قلبك ألا يجعلك منهم. والله يا أخي إن بعض من حولك القرب منه بهجة في النفس، فكيف بالقرب من رب العالمين؟ الإنسان في قربه من بني آدم من مثله يقرب جسديا بالسكنى معهم، بالطعام معهم، بزيارتهم. أما القرب من الله يكون بحسن عبادته، يكون بحسن عبادته. كلما جعلت جبهتك تفرح أن تعثرها بالتراب من أجل الملك الغلاب، هذا قرب من الله. كلما كنت في بيته، ونحن الآن في بيته، كلما كنت في بيته فأنت قريب من الله. كلما كنت مع أهل الله، حلقة فيها قوم يقرؤون القرآن، بيت، حجرة في دارك فيها سجادة في منثورة في أقصى البيت، أنت تصلي هنا وزوجتك تصلي هناك وابنك أو ابنتك يصلي هناك، هذا هو القرب من الله. القرب من الله تخرج فترى في طريقك من كسرته المسكنة، كسره الفقر، امرأة يكاد يحدودب ظهرها، رضيعها خلف ظهرها، قد انحنت على مزبلة تبحث عن شيء لها ولرضيعها. أنت ماذا تريد؟ لا غاية، لا مطلب، لا شيء يراد أعظم من القرب من الله. حتى تقترب من الله اقترب من هذه، أعطها، أطعمها، صن يدها، صن وجهها عن هذه الحال حتى يصون الله وجهك عن النار. والله لو أتيت بأكثر المعمرين في الدنيا ممن طال عمره ورزق حظا من عقل وسألته ووفق في الإجابة: أي لحظات عمرك أجمل في قلبك؟ إن كان موفقا لن يجيبك بشيء مثل أن يقول لك: في اللحظات التي كنت أتعبد الله فيها، مع علمنا أن ربنا غني عنا كل الغنى، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، تبارك اسمه وجل ثناؤه، نحن الفقراء إليه. لكن كلما كان الإنسان يسعى في القرب من ربه ويتوسل إلى الله بإيمان في قلبه وعمل صالح تأتيه جوارحه لا يريد بذلك إلا رضا رب العالمين عنه، هذا هو الموفق، هذا هو المسدد، هذا هو القريب من رحمة الله.
يعين على هذا أن تنظر في من لعنهم الله في كتابه لأي شيء لعنهم، فتنظر في أسباب لعنهم فتفر عنهم. الله لعن فرعون للكبر الذي كان في قلبه، قال أنا ربكم الأعلى. فأنت قل في دعائك اللهم إني رضيت بك ربا فارض بي عبدا. لا رحمة أعظم من أن يقبلك الله. لعن الله الظالمين، فر من الظلم. لعن الله الذين يتعرضون لأعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، فر، انجو بنفسك أن تتعرض لأعراض المؤمنين لأعراض المؤمنات. لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فر عن الربا وطرائقه وسبله، صغيره قليله وكثيره. كل ما أخبر الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه أنه سبب في لعنة الله يفر المرء منها.